أحبائنا الأعزاء في كل مكان، هندخل مع بعض على جوجل، نكتب البنك الأهلي المصري ونضغط على أول رابط البنك الأهلي المصري. بالنسبة اللي محتاج يعمل حفظ المراسلات في البنك أو حفظ الجوابات البنكية، بيخصم منك 300 جنيه سنويا لحفظ المراسلات. أما بالنسبة لو أنت محتاج تلغيها برضو بيخصم منك مبلغ معين، لكن عشان تعمل لها حفظ أو تعمل لها إلغاء نهائي لازم تروح الفرع. ولكن ممكن من خلال الموقع تقدر تحول كشوفات الحساب اللي بتوصلك عن طريق الجوابات، تقدر تحولها بكل سهولة إلى الكشف الإلكتروني. كشف حساب إلكتروني بيوصلك على التطبيق أو يوصلك على البريد الإلكتروني. في طريقتين، في طريقة أولى اللي هي تضغط على الأفراد، بعدين من القائمة هنا تضغط آخر حاجة على خدمات الحسابات. من خدمات الحسابات تضغط على خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات، خدمة إيقاف طباعة كشوف الحسابات الورقية والاطلاع على كشف الحساب الدوري من خلال الأهلي نت أو الأهلي موبايل. كيفية الاشتراك: الدخول على الخدمة الذاتية والاشتراك في الخدمة باستخدام الرابط التالي: فروع إلكترونية أو زيارة أقرب فرع ليك، أو من خلال الاتصال على خدمة العملاء 19623. طبعا هنا المزايا: سهولة الاطلاع على كشف الحساب الدوري من خلال خدمة الأهلي نت من المتصفح أو من خلال تطبيق الأهلي موبايل دون الحاجة لانتظار كشف الحساب الورقي والاحتفاظ به. سهولة طلب الخدمة، الأمان، التمتع بالأمان عند الاطلاع على كشف الحساب الدوري من خلال خدمة الأهلي نت الأهلي موبايل باستخدام اسم المستخدم والرقم السري. هنا لمعرفة الأسعار تضغط هنا بيحمل لك كشف PDF فيه جميع أسعار البطاقات وكشوفات الحساب الورقية وكشوفات الحساب الإلكترونية، سواء شهري أو كل 3 شهور. الكشف أهو هنا بيوضح لك الأسعار، ياريت تكون واضحة على الشاشة. هنا هو خدمة كشف الحساب، كشف الحساب الورقي اللي هو الربع سنوي كل 3 شهور 30 جنيه لحد الآن. كشف الحساب الورقي للعملاء خارج مصر كل 3 شهور 100 جنيه. كشف حساب من خلال البريد الإلكتروني 20 جنيه كل 3 شهور، ولو كل شهر بيكون برضو 20. كشف الحساب من خلال خدمة الأهلي نت بيكون 15 جنيه، 15 جنيه فقط. تمام. دي طبعا المصاريف الإدارية، مصاريف إدارية على الحسابات حاليا 120 جنيه، تخصم 30 جنيه كل 3 شهور. كمان ممكن نضغط على القائمة الجانبية الخدمات الذاتية، وهنا من الخدمات الذاتية تضغط على الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات وتضغط على المزيد. هنا بيجيب لك طريقة الاشتراك، كيفية الاشتراك في الخدمة: ادخل الرقم القومي، يعني أثناء ما تضغط على الاشتراك بيطلب منك إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بالبنك. بعدين سيصلك رمز الأمان، هيجيلك رمز مكون من 4 أرقام أو 6 أرقام على الهاتف المسجل بالبنك. اكتب الرمز وبعدين بعدين تضغط على تنفيذ. بعدين ادخل حدث البريد الإلكتروني. حال تحديث البريد الإلكتروني، لو أنت محدث البريد الإلكتروني ادخل البريد الإلكتروني المراد تسجيله وتأكيد إدخاله مرة أخرى واضغط على التحقق من البريد. الخطوة اللي بعديها سيصلك بريد إلكتروني يحتوي على رمز أمان، هيجيلك رمز على البريد. بعدين اختر الاشتراك في الخدمة وفقا للمنتجات التي لديك، سواء حسابات بنكية أو بطاقات ائتمانية أو حسابات بنكية وبطاقات ائتمانية. يعني لو أنت مش عندك حساب على البنك تختار الخدمة اللي هي حساب بنكي. يتم التأشير على وافق على الشروط والأحكام ويتم الضغط على تنفيذ بعد الاطلاع على الشروط والأحكام. هنا يرجى العلم سيتم إرسال كشف الحساب للبطاقة الائتمانية على البريد الإلكتروني. يمكنك الاطلاع على كشف الحساب للحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية الخاصة بكم من خلال خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل، وذلك فور تسجيلك أو تسجيل الاشتراك بخدمة كشف الحساب الإلكتروني. خدمة كشف الحساب الإلكتروني متاحة للحسابات ذات دورية كشف حساب شهري أو ربع سنوي فقط. يتم تطبيق مصاريف دورية كشف حساب شهري حالة احتفاظكم بحسابات ذات دورية كشف حساب شهري أو ربع سنوي. أهو هنا يا جماعة تحت خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات بيطلب منك إدخال الرقم القومي زي ما اتكلمنا، وبعدين رقم الهاتف، وبعدين تضغط على تنفيذ لتنفيذ الخدمة. عشان تشترك ادخل بياناتك واضغط على تنفيذ. هيتبقى 3 خطوات، الخطوات كلها احنا اتكلمنا عليها. بعدين بيطلب منك تحديث البريد وتحديد الحساب البنكي أو الخدمة، وبعدين تضغط على وفق على الشروط والأحكام وتنفذ الخدمة بنجاح. بعدين على طول الكشف الحساب اللي جاي هيظهر لك على التطبيق، في الشاشة الرئيسية تنزل تحت، أو من القائمة الجانبية للتطبيق برضو بيكون موجود كشف الحساب الإلكتروني. وإن شاء الله الخطوة اللي جاية هنشرح مع بعض كيفية الدخول على التطبيق وجميع خدمات التطبيق والكشف الإلكتروني من خلال التطبيق.